صباح الخير يا احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير او مساء الخير على كل حبايبي اللي بيشوفوني. النهارده بقى عندنا كده عزومه صغيره كده حلوه، افكار جديده. لو حد مثلا جاله ضيف فجاه عايز يعمل حاجه ومش عارف. تعالوا بقى، عملنا بطاطس شيبسي وعملنا مكرونه وعملنا طاجن لحمه وعملنا لحمه بارده. تعالوا بقى نشوف كل حاجه عملناها. المكرونه اللي سايحه في الصلصه دي، والصوص بتاع اللحمه ده، ومن غير اي حاجة عملناه، ولا حطيت له اي حاجة تغمقه ولا حاجة. هقول لكم السر. لايك بقى وشير للفيديو وسبسكرايب، واللي ما فعلش الجرس يفعله عشان يوصلكوا كل جديد مني. ويلا نسمي الله ونشوف مقاديرنا هنعمل ايه مع بعض. اول بقى كده حاجة معانا العرق. انا هربطه عشان ما بيسمعش الكلام. هنربطه الاول طبعا بعد ما حطينا له التوم. نورة بتضحك عليا عشان بقول لكم بربطه ما بيسمعش الكلام. هنحط بقى ايه، احنا عملت له فتحات وحطيت فيه صوص الثوم. إيه، حتى لو مش بتاكلي الثوم ولا اي حاجه، بس لازم العرق بالذات اللحمه البارده ولا يتاكل سخن ولا ما يتحطلوش ثوم. لازم اساسي انك تحطي له ثوم، لان هو اللي بيديله الطعم. طبعا عمرنا ما هنعرف نربطه زي الجزار، بس اهو بنحاول يعني. هربطه كده اهو. انا ربطت عملت له عقده في النص كده. عملته بالطول الاول وبعدين هلفه بالعرض. طبعا وانا بلف بحاول على قد ما اقدر ان انا اشوف الفتحات بتاعه التوم وامشي عليها كمان عشان التوم ما يخرجش. طبعا انا شلت الجلد الختم بتاع اللحمه. هتقولوا لي طب انتي ما خليتيش الجزار يربطولك ليه؟ اولا انا ما خليتوش يربطه عشان خاطر انا بحط التوم الاول وانا مفيش فايده فيا برضو، بحب اشطف اللحمه، ما تركزوش معايا. وبعدين انا جايبه بقى خيط من عندي هما بيبقى عندهم الحاجة برضو، بتبقى الخيط ده ساعات الاقيه مرمي في الارض مش عارف ايه بصراحة. ما بيبقاش لي نفسي بصراحة اعمل هذا العملة يعني. انا ببقى جايبة الخيط من عندي نضيف وعارفة الدنيا فيها ايه اكتر يعني، وميت ايد ماسكاه وكده يعني. عجبكم كده؟ لقيت حاجة مش عجباني؟ بصوا انا ربطت اهو، يعني على حسب ما انا عارفة. احسن من الجزار ولا لا؟ اكتبولي كده في التعليقات وقولوا لي انا شاطرة ولا لا. دخلته بقى كده، عقدته عشان ايه يثبت. هنتبله بقى. معايا ملح وفلفل وبابريكا وبهارات وورق لورا وحبهان ورشة جوز الطيب. وهسيبه بقى لتاني يوم. انا بقى كنت عاملاه كده قبل ما اعرف حتى ان انا جالي عزومة ولا اي حاجة، قلبي كان حاسس تقريبا. فانا اي حاجة كده كده بحب اتبلها قبلها بيوم، انتوا عارفين يعني. هتبله بقى كده بصوا حطيته في ستريتش وهسيبه في التلاجة. وهسيب بقية التوابل دي عشان هشوح بيها الخضار. هسيبه بقى في التلاجة وتاني يوم نسويه مع بعض. اول بقى كده حاجة هشوح العرق كده اهو، زي ما انتوا شايفين كده. خلاص بقى العرق اتشوح، هحط له البصلة زي ما انتوا شفتوا كده. اول حاجة هحطها هي البصلة بعد اللحمة. شلت بقى العرق كده. حطيت بقى طماطم وفلفل، وحطيت التوابل الباقية اللي احنا عملناها، اللي هي عبارة عن ملح وفلفل اسود وجوز الطيب وبهارات لحمة وبابريكا وورق لورا وبصل وتوم باودر. يلا انا مش هبخل عليكم يعني.
هفضل برضه اشوح فيهم كده. دي مستكة. يعني الحبوب طبعا صغننه جدا، فانا حبيت اوريها لكم يعني. انا اخدت بصباعي كده. المستكة بقت غاليه جدا يا جماعه، انا عندي الحبه دول محتفظه بيهم للذكر. انا اخر مره سالت عليها كانت ب5000 جنيه تقريبا او ب6، مش متذكره. خلاص بقى، احنا شوحنا الخضار وشوحنا اللحمه. هنعملها بقى في الكيس الحراري، حلوه جدا على فكره. خصوصا لو انتي مش عايزه شوربه بتاعه اللحمه. انا ساعات ببقى عايزه اعمل ملوخيه وبحطها بتتسلق. هنحط كل اي حاجه فيها، مش هنرمي حاجه، متبخلوش عليها. هنحط بقى كده اهو الطماطم بقى والبصل والفلفل وكل حاجه. والورق اللورا والحبان وكل حاجه حطيناها. هنحطها معاها في الكيس الحراري. فكرتها حلوة جدا على فكرة. الكيس الحقيقي ده اختراع بصراحة، بسوي فيه البطاطا وبسوي فيه الفراخ وكل حاجة، بصراحة حلو جدا. بس خدوا بالكم طبعا انتوا لازم تخرموه. وكمان ممكن تكون في حدش عارف المعلومة دي، الكيس الحراري فيه منه مقاسات، فيه صغير وفيه كبير. الكبير ده طبعا بيبقوا دايما عاملينه كمان للفرخة الرومي يعني، او الديك الرومي. طبعا انا حطيت مية بس مش كتير، علشان خاطر ما تضيعش طعم الصوص اللي احنا عاملينه. بس هحط ميه طبعا في الصينيه يعني. انا بخرج منه الهواء بس مش قوي. وهنخرمه بالسكينه، حاجات بسيطه كده، خرام بسيطه، بس لازم تخرميه. بديله حقنه. انا ما بخلتش عليه باي حاجه. انا حاولت اخرم من فوق عشان ما ينزلش الميه، بس مفيش فايده يعني. انتي بقى لو حابة العرق مثلا عايزة تديله وش ولا حاجة، بس يعني بلاش. بعد ما بيطلع تحطيه في الشواية، والحركة دي بتتعمل اكتر مع الفراخ. يلا بقى بينا نعمل طاجن اللحمة. معايا بصلاية كبيرة او 2 متوسطين، هحمرهم. عايزين البصل يكرمل. بصوا انا مقطعه اللحمة مكعبات اهو، بوريكم. اللحمة لازم انا بغسلها. في ناس كتير هتقولك لا، بس انا بصراحة الراجل في العيد عمل لي عملة حلوة جدا يعني. قطع لي اللحمة على قطاعة، والقطاعة اتكسرت مع اللحمة، بقت القطاعة جوه اللحمة. فاضطريت ان انا طبعا لازم اغسل اللحمة كلها، كل ما اطلع لحمة اغسلها، لاني بلاقي قطع من القطاع البلاستيك اللي كان بيقطع عليها. فالحمد لله. آه، احنا خلاص حطينا البصلة وشوحناها كده زي ما انتوا شايفين، كرملت خالص لونها. معانا بقى التوابل: فلفل اسود، بهارات، بابريكا، ورق لورا، بصل وتوم بودر. نقول تاني: فلفل اسود، بهارات لحمة، بصل وتوم بودر، بابريكا، وورق لورا. عندك فصين مستكة تمام، ما عندكيش خلاص مستكة غالية يعني لو عندك. بنعمل البصل الاول. انا بعملها بكذا طريقه. انا دايما بحب اقول لكم ان انا بحب اعمل حاجات يعني بكذا طريقه، عشان اللي حابب كده واللي حابب كده. اولا مش هتحتاجي اي صوص ديميجلاز ولا اي صوص اي حاجه. البصله المكرمله دي هتديكي اللون الحلو. لو عايزه كمان اكتر ممكن تحطي معلقه سكر، منها تسوي اللحمه ومنها هتدي لون للكرمله بتاعه البصل. بصوا خلاص، هحط بقى الميه. وشايفين اللحمه وصلت لمرحله ايه؟ فضلت اشوح فيها لحد ما عملت لون مع البصلة، وبعدين حطينا كده المية. حطها تدريجيا، لو عايزة تاني هنحط، خلاص ما عايزتش خلاص. بس هي الحركة الأول. تعالوا بقى نعمل صلصة المكرونة. معايا سمنة وهحط معلقتين صلصة. دايما برضو بقول لكم ان انا بحب احط الصلصة قبل الطماطم. بحب كده احطها في السمنة الاول، اقلبها تقلبتين كده مع التوابل. معايا ملح وفلفل وبابريكا و فاين فودز اللي هي البودر.
مش عايزة تحطي براحتك، حطي ملح وفلفل بس وبابريكا كمان، يعني شوفي انتي حابة تعملي ايه، بس هو الاساسي ملح وفلفل. انا جبت بابريكا من عند العطار اللي انا بجيب من عنده، جبت منه كيلو بس، حطيت بقى الطماطم اهي، جبت كيلو قلبته على بعضيه، جبت منه البابريكا اللي هي النص المصري ونص اللي هي الايراني. الايراني بيعمل طعم لكن المصري بيعمل لون، فجبتهم وقلبتهم على بعض. حطيت بقى بقية الطماطم. قالوا بقى نسلق المكرونة، حطيت مية وحطيت فيها معلقة ملح، وحطيت بقى المكرونة. لازم تعملي حسابك ان المكرونة لازم تنزليها نية سنة بسيطة علشان لسه هتتقلب في الصلصة، عشان كمان ما تعجنش منك. طبعا انا مش هغطيها ولا حاجة، انا هسيبها تغلي كده 10. خلاص بقى اللحمة استوت سبتها طبعا تبرد في التلاجة كام ساعة وقطعتها بقى. في ناس بتقطعها بتوديها عند السوبر ماركت بيقطعها لهم زي البسطرمة كده. انا ما بحبهاش بصراحة رفيعة، انا بحبها يعني ولا تخينة ولا رفيعة، بحبها وسط. بس يعني اللحمة برضو لازم تبقى سميكة شوية علشان خاطر يعني تحسي بطعمها، لكن مش عارفة، في ناس بتحب تقطعها رفيع اوي، بعدين هي بتنشف اساسا كمان. طبعا انا زي ما انتوا كنتوا شايفين انا متبله العرق وكده، بس طبعا برضو هرشله ملح وفلفل. راحه نفسيه جدا لما تكوني حتى لو ما عندكيش ضيف ان انتي بتقدمي الاكل كده شكله كويس، العين بتاكل قبل البق. فانتي اما ترصي كده الحاجه، حتى لو الاطفال عندك مش بياكلوا حاجه معينه، ممكن بس من الحاجات اللي انتي بتعمليها دي ممكن ان الاطفال يحبوها وياكلوها. انا بصراحة كمان مش عشان التصوير بس، انا حقيقي من زمان وانا بحب ازوق الاكل جدا، دي هواية عندي. انا بقى كان عندي ضيف كده جالي فجأة، والله عايزة اقول لكم ان انا عملت الكلام ده يعني، بس هو عشان برضه مبقاش كدابة، انا العرق ده كده كده كنت هعمله، بس زودت بقية الاكل يعني. انا كنت هعمل جنبيه بطاطس شيبسي، بس لما جه بقى زودت المكرونة واللحمة وكده. عايزة اقول لكم ان الموضوع اخد معايا بتاع ساعتين، لكن من العرق طبعا خلاص الاكل كله استوى. المكرونه اهي. طبعا الكاميرا واللون دايما بيتظلم في الكاميرا. قطعنا اللحمه وعملنا ديكور حلو اهو، حطينا شيبسي عليها وحطينا وعملنا بطاطس كمان. البطاطس انا عملت لكم ليها كذا طريقه قبل كده، واتفرجوا على الفيديوهات، ممكن ابقى احط لكم اللينك بتاع البطاطس والزيتون الجميل. والمكرونه اهي سايحه في الصلصه، وادي الطاجن. يا رب انه النهارده تكونوا استفدتوا باي معلومه حتى لو صغنطوطه قد كده. شايفين اللحمه مكرمله وحلوه ازاي، مش محتاجه اي حاجه عليها تحطيها ولا اي صوص اي حاجه. لايك وشير للفيديو، سبسكرايب، واللي ما فعلش الجرس يفعله عشان يوصلكوا كل جديد مني. واهلا وسهلا باي حد جديد في قناتي، نورتوني واقول لكم سلام عليكم.